تيجي تختار فيزا دولية، التنوع ده شيء مهم جدا. لأول مرة على اليوتيوب شرح للفيزا الجديدة فيزا تيفو. أكيد طبعا كلكم لاحظتوا في الفترة الأخيرة إن في شركات دولية كتير جدا بقت تنزل بطاقات افتراضية، وبقى الموضوع سهل زيادة عن اللزوم. وطبعا بعد وقف البطاقات في التعامل الدولي هنا في مصر، كتير جدا من الفريلانسرز بقوا يدوروا على النوعية دي من البطاقات. فمهمتي بقى إن أنا أطلع لكم كل جديد النهارده. والأول مرة على اليوتيوب هكلمكم على فيزا ومحفظة تيفو. والمميز جدا في المحفظة دي إن هي تعتبر أقوى منافس لكاست وريدوت باي، وكمان بتدعم عملات كتير جدا غير اليو اس دي تي، بتدعم الدولار واليورو والجنيه الاسترليني. بس طبعا الحاجات دي لسه هتبقى قدام هتضاف على المحفظة، لكنها موجودة. لكن مع تحديثات المحفظة هتضاف حاليا العملة اللي موجودة هي اليو اس دي تي، شحنها عن طريق المحافظ الإلكترونية، والسحب برضو منها عن طريق المحافظ الإلكترونية. والمميز فيها إن مفيش أي رسوم على التعامل بالدولار الأمريكي. يعني لو بتشتري حاجة ب10 دولار هيخصم 10 دولار، أما لو تشتري حاجة بعملة تانية بيخصم 1.2%. وهديكوا في الفيديو ده برومو كود تقدروا تشتروا بيه الفيزا بخصم 20%. بس طبعا لازم تسجل من رابط اللي في وصف الفيديو، لانه حتى لو سجلت من رابط تاني او نزلته من التطبيق وجيت جربت الكود ده مش هيشتغل معاك. اقول لكم طبعا المواقع اللي اشتغلت معايا الفيزا عليها، واقول لكم بقى مميزاتها وعيوبها ورأيي الشخصي فيها. وان شاء الله بعد كده هبقى اعمل لكم فيديو عن البطاقة الحقيقية ليها، واديكم برضو برومو كود خصم 20%. بس برضو هتأكد ان هي هتوصلني مصر وتبقى بديل قوي جدا لريدوت باي. يلا بينا على طول نجرب تجربة حية ونشوف هل فعلا الفيزا دي تستحق ولا لا. ادخل على اللينك اللي في وصف الفيديو، بتلاقي هو ده الشكل. بتلاقي بقى موفر لك يا اما التطبيق على جوجل بلاي يا اما الابل ستور. هنا انا هضغط على الجوجل بلاي، وبعد كده هينقلني لصفحة جوجل بلاي الرسمية وصفحة التطبيق، وبعد كده هعمل هنا انستول. بعد ما نزل معايا التطبيق زي ما انتم شايفين هنا هضغط على اوبن، وبعد كده هنا بيقول لي هتوافق على الشروط والاحكام، بعمل اجري اند اكسبت. وبعد كده هنا بيحمل معايا شكل التطبيق. اول حاجه المفروض هنا باجي اضغط على مي، وبعد كده بضغط هنا على لوج ان، وبعد كده باجي تحت هنا وبضغط على ريجستر هير. بعد كده هنا بيطلب مني الايميل، وبعد كده هنا بيطلب مني اعمل باسورد، وبعد كده هنا بيطلب مني ااكد الباسورد، وبعد كده هنا بيطلب مني الفيريفيكيشن كود. بضغط هنا على جيت كود عشان يبعت لي كود على الايميل. بعد ما حطيت الكود اللي وصلني على الايميل، دلوقتي انا سايب لك كود على الشاشه، لازم تحط ال6 ارقام دي عشان اما تيجي تعمل خصم للفيزا الكود اللي هو ايجي فوكس يشتغل معاك ويعمل لك الخصم ال 20%. بعد كده هنا بتوافق على الشروط والاحكام، وبعد كده هنا بضغط على ريجستر. زي ما انتم شايفين تم التسجيل الحساب بنجاح بدون اي مشاكل، ما خدش مني اي وقت. بعد كده هنا بتيجي عند كلمه مي، وبعد كده هنا بتضغط على كي واي سي مكتوب اهو ام فيريفايد. لازم اصور البطاقه واصور وشي سيلفي. بعد كده هنا بيقول لي هل انت من امريكا ولا لا، فهقول له لا. فبيقول لي اختار البلد اللي انت تبعها، فاقول له هنا مصر ومدعومه. بعد كده هنا بيقول لي اسمك الاول ايه، وتقدر تكتب هنا في الخانه دي اسمك الاول بالعربي عادي واسمك الاخير برضو بالعربي عادي. وبعد كده هنا بيطلب بقى اسمي بالانجليزي، الاسم الاول برضو والاخير. وبعد كده بيطلب تاريخ الميلاد، السنه الاول وبعد كده الشهر وبعد كده اليوم. بعد ما حطيت تاريخ ميلادي بعمل هنا نيكست. بعد كده بيقول لي انت هترفع انهي وثيقه، فاختار الاي دي كارد عشان تبقى مناسبه للكل. بيقول لي من فضلك حط الوش بتاع البطاقه وظهرها، فبضغط هنا على الفرونت اوف دوكيمنت. بعد كده هنا بيقول لي عندك صوره ولا تفتح الكاميرا، فهنا هفتح الكاميرا. بعد ما صورت وش البطاقه بعمل هنا اوكي، وبعد كده بضغط هنا على ظهر البطاقه، وبعد كده هنا بضغط على اوكي. وبعد كده بيقول لي هنا حط ال14 رقم بتوع البطاقه، فهحطهم زي ما هم. بيقول لي من فضلك حط تاريخ انتهاء الوثيقه اللي هو اللي بيبقى مكتوب عندك في ظهر البطاقه ساريه حتى. وبعد كده عملت هنا نيكست. بعد كده هنا بياكد عليا تاني البلد اللي انا تبعها. بعد كده هنا بيقول لي اكتب لي العنوان، فكتبته له بالانجليزي لانه قايل لي اكتبه بالانجليزي. وبعد كده بكتب الرمز البريدي، تقدر تجيب الرمز البريدي بتاعك من على الجوجل. بعد كده بضغط هنا على كونفيرم. وبعد كده هنا بيقول لي تم التسجيل بنجاح. المفروض بقى ان هم هياخدوا حوالي يومين عشان يوافقوا على الوثيقه بتاعتي. انا عايز اقول لكم الموضوع ما خدش بالظبط كام ساعه وكان الحساب بتاعي اتوثق. دلوقتي انا هعمل معاكم تجربه شحن سريعه كده وبسيطه على الحساب، ونشوف بيتشحن ازاي وهل في رسوم ولا لا. مبدئيا كده بتيجي تحت عند كلمه والت، بتلاقي هنا الرصيد صفر. تلاقي عندك هنا كلمة الإيداع والسحب والتحويل والسجلات. طبعا كل العملات دي قريبا جدا هتضاف ان انت تقدر تحول ما بينها وما بين اليو اس دي تي. اللي هقدر اشحن بيه في وقت تصوير الفيديو هو اليو اس دي تي.
فباجي هنا بضغط على ديبوزيت، فبيقول لي هنا انه الوسيله اللي تقدر تشحن بيها هي اليو اس دي تي والباقي كومينج سون. وبعد كده هنا بيقول لي اختار الشبكه، فطبعا انا هختار افضل شبكه اللي هي البي ان بي. باجي هنا اعمل نسخ لعنوان المحفظه، اوعى تتلخبط وتختار شبكه تانية لو انت هتشحن طريق البي ان بي. فبضغط هنا على نسخ العنوان. طبعا انا هروح بقى اشحن من موقع اكسبريس اكتشينج سيرفيس، هسيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. الموقع ده واحد من اقوى واسرع مواقع شحن والسحب من البنوك الالكترونيه في مصر. الموقع ده انا اخترته لانه هو هينجز معايا جدا وهقدر اشحن بيه في خلال دقائق بسيطه. انا هختار هنا الشحن من انستا باي، واختار الشحن على اليو اس دي تي بيب 20 لاني نسخت عنوان محفظه البيب 20. فانا هشحن هنا بحوالي 30 دولار لاني هعمل كذا تجربه على الموقع. بيقول لي فانت محتاج تحول لي على انستا باي 1545 جنيه. فبضغط هنا على اكتشينج. بعد كده بيقول لي حط الايميل ادريس بتاعك، لازم تكون مسجل بايميل وباسورد بمنتهى البساطه، ساين اب وبتسجل بايميل وباسورد. طبعا هنا هحط الايميل اللي انا رابطه بالموقع عشان اقدر اتابع المعامله بتاعتي من خلال الايميل. وبعد كده هنا بيقول لي حط عنوان المحفظه اللي انا لسه ناسخه من محفظه تيفو. بعد كده بوافق على الشروط والاحكام وان انا مش روبوت. بعد كده بضغط هنا على اكتشينج. بعد كده هنا بضغط على زرار باي. بعد كده هنا بيقول لي حول لي 1545 جنيه على رقم الكاش ده عن طريق انستا باي. فانا هروح لانستا باي وارجع له. بعد ما عملت معامله التحويل زي ما انتم شايفين ب 1545، حولت لرقم المحفظه اللي ظاهره قدامكم دي. بيطلب مني هنا الرقم المعامله او العنوان اللي انت دافع منه. فانا دافع من عنوان دفع لحظي هحطه، دافع انت من محفظه حط رقم موبايلك. بعد كده هضغط هنا على سبميت. بعد كده هنا بيقول لي من فضلك ارفع صورة المعاملة. طبعا انا شيرت المعاملة من انستا باي على الواتساب عندي وحفظتها بحيث تكون صورة عندي على الموبايل. بعد ما رفعت صورة المعاملة على الموقع بضغط هنا على ابلود. الساعة دلوقتي 6 مساء و36 دقيقة يوم 3 ديسمبر. خلينا كده نشوف الفلوس هتوصلنا في قد ايه. انا عايز اقول لكم الساعة دلوقتي 6 مساء و42 دقيقة. بالفعل ال 30 دولار اهو وصلوا لي يو اس دي تي على محفظة تيفو. وبالتالي كده يعني اكسبريس اكتشينج سيرفيس بصراحة عمره ما خذلني في موضوع السرعة والكفاءة ده، وعشان كده انا اخترته في الفيديو ده عشان ينجز معايا. خلينا بقى على طول نروح نشتري الفيزا. طبعا تطبيق تيفو بيقدم نوعين من البطاقات، بطاقة افتراضية وبطاقة حقيقية. هو كان بيقدم فيزا وماستر كارد، بس حاليا في تعديلات في الماستر كارد، فاللي موجود متاح حاليا في التطبيق هو الفيزا، وممكن قدام بقى ترجع الماستر كارد. والفيزا بعملة الدولار والماستر كارد كانت بعملة اليورو. فمثلا هنا لو جينا ضغطنا على البطاقة الافتراضية بيقول لك هنا ان انت تقدر تربطها بالباي بال وجوجل باي والابل باي. وبيقول لك كمان ان المعاملات فيها متاحة ليك لحد 150 الف دولار يوميا. طبعا ما فيش حد حتى بيوصل لعشر المبلغ ده. لو ما عملتش بيها اي معاملات لمدة 6 شهور البطاقة بتقف. وطبعا هنا هسيب لك البرومو كود اللي هيقلل لك فيها 20%. طب لو جينا بصينا هنا على الرسوم بتاعتها هنلاقي هنا ان الرسوم بتاعتها الشهرية مفيش. وبيقول لك الكوتا بتاعتها في الشهر هو مليون دولار، فيبقى 150 ألف دولار يوميا ومليون دولار شهريا. ورسوم الشحن البطاقة من حسابك هي 1%، ورسوم التعامل بعملة الدولار هي 0%، ورسوم التعامل بغير عملة الدولار هي 1.2%. ولو معاك البطاقة الحقيقية رسوم السحب من الاي تي ام هي 1.9%. اما بالنسبة للبطاقة الحقيقية فهي برضو من نوع فيزا، ومتاح ليك في المعاملة الواحدة لحد 150 ألف دولار، ومتاح ليك في السحب الشهري لحد 10,000 دولار. وطبعا سبورت التاب بيمنتس والان اف سي بيمنت. خلينا بقى دلوقتي نرجع ونشتري البطاقه الافتراضيه. باجي هنا تحت بضغط على كارد، بختار فيرتشوال كارد مثلا واختار البلاتينيوم كارد، وبضغط هنا على ابلاي ناو. وبعد كده هنا بيقول لي حط بروموشن كود. هسيب لكم بروموشن كود هيوفر لكم 20% من ثمن البطاقه. بعد كده هنا بضغط على 20 يو اس دي، بضغط ابلاي ناو. بعد كده هنا بيطلب مني ان انا اكتب الكود بتاع البلد اللي انا تبعها. وبعد كده هنا بيقول لي رقم موبايلك فهكتبه زي ما هو كده. وبعد كده بعمل هنا كونفيرم. بعد كده هنا بيطلب مني ان انا اعمل بيمنت كود اللي هو زي البين كود كده على اي معامله هتتم، يكون مكون من 6 ارقام. وبعد كده بيطلب مني هنا تاكيده تاني، فبحطه كده نفس الست ارقام اللي انا حطيتهم في الاول. وبعد كده هنا بيقول لي هيبعت لي فيريفيكيشن كود للايميل اللي مربوط بيه الحساب، فبضغط هنا على جيت كود. بعد ما وصلني الكود وحطيته زي ما هو بضغط هنا على كونفيرم. وبعد كده بضغط هنا على كونفيرم تاني. بعد كده هنا بيطلب مني البين كود اللي انا لسه عامله من شويه اللي هو مكون من 6 ارقام، بضغط هنا على كونفيرم. زي ما انتم شايفين في ثواني بسيطه
بسيطه قدرت اطلع الفيزا بدون اي مشاكل، وبقت معايا اهو مكونه اهو من 16 رقم، والرقم السري وتاريخ الانتهاء. دلوقتي انا بعد ما اشتريت الفيزا الافتراضيه المفروض ب 20 دولار وكنت شاحن ب 30 دولار، كده هيبقى المتبقي معايا هو 10 دولار. المفروض اروح اشحن تاني ب 20 دولار عشان يكون معايا 30 دولار، لكن طبعا انا هعدي الخطوه دي لاني عملت لكم التجربه من شويه. طبعا زي ما انتم شايفين رصيد الكارت صفر. ليه؟ لانه رصيد المحفظه غير رصيد الكارت، زي بالظبط موس والد. طبعا دي ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه هنا انه لو حد اخد ارقام الكارت بتاعك وحب مثلا ياخد فلوس، مش كل الفلوس اللي على المحفظه هتروح، الفلوس بس اللي على الكارت. المطلوب مني هنا عشان احول الفلوس من المحفظه للكارت بضغط هنا على التوب اب. طبعا بيقول لي هنا اقل مبلغ ان انا اقدر اشحن بيه الكارت هو 30 دولار، فاحط هنا 30 دولار. بيقول لي هنا رسوم المعامله 30 سنت يعني 1%، فانت ال 1% اللي انت دفعتها انت مش هتدفعها كرسوم في معاملات الدولار. يعني ريدوت باي مثلا مفيش فيها حته الرسوم الشحن، لكن لما تيجي تدفع بالدولار بتدفع 1%. مفيش الكلام ده في فيزا تيفاو. انا باجي بضغط هنا على كونفيرم عشان احول فلوس من المحفظه للكارت، فبيقول لي حط هنا البيمنت كود اللي انا عملته وانا بسجل حسابي. بعد ما حطيت البيمنت كود بتاعي بضغط هنا على كونفيرم. زي ما انتم شايفين تم شحن الكارت بتاعي ب 29 دولار و70 سنت. برجع هنا للكارد بلاقي فعلا الرصيد اهو زي ما ظاهر 29 دولار و70 سنت. طبعا الفلوس اللي في الكارت دي ما تقدرش تاني ترجعها للمحفظة، يا تشحن بيها بقى قصة تانية او تشتري بيها، لكن ما ينفعش ترجع لرصيد المحفظة بتاعتك. خليني كده اجرب معاكو اشحن حاجة زي نمشي. فمثلا هنا هحط 10 دولار وبعد كده اضغط هنا على نكس. بعد ما حطيت بيانات الكارت بضغط هنا على نكس. بعد كده بيأكد عليا ان انا هدفع ببيانات الكارت ده، بضغط هنا على تشارج اند بروسيد. زي ما انتم شايفين تم شحن حسابي في نمشي بنجاح. خلينا بقى نرجع كده على محفظة تيفو نشوف هل في رسوم غير ال 10 دولار دي اتخصمت ولا هي بحالها. زي ما انتم شايفين بالفعل اتخصم 10 دولار بالظبط. لو ضغطت على المعامله هلاقي فعلا انه الخدمه خصمت مني 10 دولار بالظبط، وبالتالي صدقوا كده مفيش اي رسوم على المدفوعات على خدمه الدولار. زي ما انتم شايفين دي مواقع اشتغلت معايا الفيزا عليها جوجل بلاي، بس مش المصري، جوجل بلاي اي دوله غير مصر. زي ما قلت لكم من شويه نيم شيب، واشتغلت برضو معايا على الباي بال كشراء. لكن ان شاء الله هعمل بقى تجربة خاصة واجرب كده هل هتنفع معايا كمان سحب ولا لا. واتوقع ان هي تشتغل على مواقع كتير زي كاست وريدوت باي، وهيكون معاك بديل قوي جدا لريدوت باي. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. هتلاقوني سايب لكم كل الروابط في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.